الصورة السوداوية التي يقدمها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما أقول المسلمون يعني المساحة الإسلامية الواسعة التي تنتحل الإسلام، يعني يقولون نحن مسلمون، دعواهم أنهم على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. مع ذلك نجد أن كثيرا من أعلامهم الذين يؤولون إليهم ويرجعون إليهم في جميع ما يتعلق بأحكام الإسلام وتكاليفه وعقائدهم والسيرة التي يتعلمونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أن هناك بونا شاسعا بين الحقائق التي عليها الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وحقيقة شخصية النبي صلى الله عليه وآله، إذ تبنى على ذلك مسألة الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وآله. هذا كله إن لم يكن على الصورة الطبيعية والحقيقية، فالإسلام ينحو منحا خطرا يؤدي إلى ما نرى من الظواهر الكثيرة اليوم، من ظواهر الإلحاد وعدم التصديق بأن هناك شخصا حقيقيا كان نبيا واسمه رسول الله محمد لذكر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالتالي إذا لم يكن هناك، إذا لم يتصدى من يجب عليه التصدي حينما يعلم الحق والحقيقة، فإن الأمر خطير جدا. أقل الأخطار سقوط نفس الإسلام. الإسلام يسقط بغض النظر عن التبعات التي تتلو سقوط الإسلام، وهو أن الناس بدون الإسلام يضيعون. لماذا؟ لأن الذي يروج له اليوم أيها الأعزاء هو الإسلام المزيف، إسلام الإرهاب، إسلام القتل باسم الله وباسم الإسلام. يقتلون الإنسان، يعني من يدعون أنهم يمضون على سيرة النبي صلى الله عليه وآله يقومون بالجرائم الفظيعة جدا باسم النبي صلى الله عليه وآله. لذلك تجد في بعض مصادر المسلمين هذه الأكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول أنا النبي الضحوك الذباح، يعني مو بس يذبح رسول الله المزيف طبعا، وليس رسول الله الحقيقي الذي نعرفه رحمة للعالمين، رسول الله المزيف الذي يسوق للعالم على أنه رسول الإسلام. ليس أنه فقط يذبح فقط أيها الأحبة، بل يذبح ويضحك أثناء ذبحه للضحية أو ما يسمى عند أدعياء الإسلام المزيف، أدعياء الإسلام الحقيقي عفوا، يعني أصحاب الإسلام المزيف، ما يسمى بالنبي عندهم أنه يأتي ليأخذ ما يسمونه بالكافر فيذبحه وهو يضحك، أصلا مرتاح ومستأنس بأنه يأخذ الشخص ويذبحه وهو يضحك. واللي شفنا صورة هذا الأمر متمثلة وواضحة في داعش كما رأيتم ورأينا في زماننا هذا. هي صورة مصغرة وبسيطة جدا عن مسلسل الرعب الذي كان قبل مجيء هؤلاء في السنوات الماضية ودواليك إلى أن تصل إلى 1400
1400 سنة إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله. ما نقول بعد النبي السقيفة، لا، أصلا في نفس زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. راجعوا التاريخ وانظروا ماذا فعل خالد بن الوليد وغيره من جرائم، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما علم بتلك الجرائم الشنيعة وذلك القتل الفظيع بأناس أبرياء، رفع النبي صلى الله عليه وآله يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد بن الوليد. الآن هذا التزييف في التاريخ واصل الآن إلى مجتمعاتنا الشيعية التي يلوق لها أن تكون على الإسلام الحقيقي، ولكن تدخل الآن مناهج باطلة وفاسدة على شبابنا، على الناس، الشخصيات التي أساساً عرفت وكان متسالما عليها أنها شخصيات إجرامية إرهابية، وتصير شخصيات جيدة جدا. شخصيات التي الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: من شك في كفر أعدائنا فهو كافر، يعني من يشك فقط شكا في كفر من نازعهم الإمامة والخلافة ونصب لهم الحرب وظلمهم وقتلهم فهو كافر اللي يشك. الآن تيجي تشوف شيعي هو محسوب على التشيع وهو يدافع